يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى سيدتنا ومولاتنا أم الشهداء الأبرار السيدة الجليلة العظيمة أم البنين. فاز من اعتصم بكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أمجشما مهرية تهوى السرى مجشما مهرية تهوى السرى ويشوق كان الصوت صافي مفتوح يعني شوي إذا صرت تخن بعد ما مجشما مهرية تهوى السرى ويشوقها الإنجاد والإضرار. أرح الركاب بعقر دار لم تزل حرما تهاب جنابها الأقدار. قف نادفهم أين من قد معديت بالعدل من سطوات الأمصار. يا أهل يثرب لا مقايا لكم بها. يا قضت الحمية واستبيح الجايا. واظلمت الدنيا وراءها صاير. قتل الحسين قتل الحسين فالمنيم ضايع. الجسم منه بكربلاء الجسم منه بكربلاء والرجل عار لخير الخنا وبقي على الصعيد ثلاثة والراس من على القناة يدعى
سلب قبره بس الخيل تلعفى بصدره يقربونا وتلبس فايا ظهره ما ضرب سالم ما تكسر. وين شلون بيت هذا؟ ما ضرب سالم ما تكسر. وزينب هو دفاقه تشم كسر بضلعه خيال ما طبع يشبه الضبع. غابت روحه وفزت ودعه شافت لن راسه راس الرمح يزهر ولن راسه راس الرمح صاحت يا شيال راسه لا تلوح وحفظ عن بقايا الراس رمحه انا خاف الهوى يدخل بجرمه. شلون بيت رقيق هذا يا شيال راسه لا تلوح وحفظ عن بقايا الراس رمحة أنا خاف الهوى يدخل بجرمه وخاف الجرح خويا عليه أخي والأخو ماكو بغلاته ولو راح الأخو يموتا خواته ويدل الرقب وانا بلا وخيب والقوم هبه ويشحلاته مشى عني وبقت بس ذكريات مشى عني وبقت بس ذكريات وترك بالبيت سجادة الصلاة وترك بالبيت سجادة الصلاة. خويا تمنيت حلم واقعد بحلمي وافز منه وتولقاك يمي واشوف قلناك خويا واشوف قلناك واشم ريحة امي خويا اللي بشافتك انزالة يا ولا اخوي يا اللي بشافتك انزالة يا ولا همي خويا بعدك حرت وتمرمرت يا حسين بعدك وانا مالت العمر يا اخوي بعدك الف يا حياة عن الدار بعدك حمت عيني ولا اشوفك يا الوطن
إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يسر الله أموركم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهاد كما هو معلوم ومعناه الأظهر فيه أن الإنسان يبذل جهده من أجل الحصول على أمر ما. هذا الإنسان اللي يبذل جهده حتى يحصل على علم أو يحصل على مال أو منصب أو يتجاوز المحن والاختبارات أو يجتهد حتى يحارب الحق. يعني معناه شنو؟ يبذل جهدا. تمام؟ تقول السيدة زينب عليه السلام للإمام زين العابدين: وليجتهدن أئمة الكفر سيقام لأبيك الحسين في الطف علما ويبقى على مر الدهور. بهالمعنى وارد: وليجتهدن أئمة الكفر على طمسه فلا يزداد إلا عنفا. وهذا شفناه وسمعنا به وقرأناه على طول التاريخ، شنو حاول الطغاة بمحاربة أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا الإمام الحسين عليه السلام وقضيته، واندحر الجميع وبقي أهل البيت. أي من العجائب أنه من بعد ما صارت فتوى الجهاد ضد الإنجليز بال1920 وطلعوا أهل الجنوب قاتلوا إلى أن دحروا الإنجليز مولانا، وصارت قضية الحكومة اختصرها. ففي وقتها الشيعة ما اشتركوا، علماء الشيعة ما تسوي حكومة. صارت حكومة ياسين الهاشمي. ياسين الهاشمي أول شيء اتخذه هو محاربة الحسين وخطباء الحسين، ومنع مظاهر كان هي في رجب شعبان كذا، يعني مثل هالايام بعد هيك ايام، منع مظاهر حتى المولد النبوي، عفوا المولد العلوي، يعني في رجب، ومولد الامام الحسين في شعبان، وصار غصبا عليه في الكاظميه، ثم اجى الى السماوه. قالوا شنو هاي الرايات؟ شنو هالسواد؟ قالوا غير قبل محرم ماكو، ممنوع شيلوها. طلعت لي ناس مظاهرات سقطوا ولا. فهذا مولانا على طول التاريخ دول اللي يحاربون اهل البيت، دول يعني يكشفون عن خساسه اصلهم. هذا انسان اصله خسيس، واقعا اتكلم، اصله خسيس، فالله عز وجل يريد ان يفضحه، فشو يسوي؟ يحارب اهل البيت، يحارب شعائرهم. هذا حاله من الحالات. واحد يجاهد يعني من اجل تحصيل المال، وهذا اللي وارد في الروايه: الكان على عياله كالمجاهد في سبيل الله. بما اذا كان يعمل بالحلال، يعني يعمل من اجل تحصيل الحلال. بعض الناس يعمل لكن للاسف يخلط الحلال بالحرام، مشكله. دول بعضهم يعني الى الان موجودين، بداوا حرام شوي، بعدين صار عندهم شغل، مع ذلك لم يغادر الحرام. صار عندك مال، يترك الحرام، ما يقدر يتركه. بينما واحد لا، هذا بدا من بدايته الى الان هو ماشي صحيح، بقى ماشي صحيح. قبل فتره شفت احد المؤمنين كبار يشتغل بالسوق، هذا يوزن، فلما يوزن شو يخليه؟ يوزن بباكيت. هذا الظرف، يجيب ظرف يخليه هنا ثاني. يقولون له ليش؟ انه شوفوا هذا ايش قد ياخذ فد نسبه قليله. زين اذا انا يوميا مثلا خلينا نقول ابيع لي فد 50 ظرف من هذا، ايش قد مجموعه يصير؟ 1000 2000. هذا انسان متدين يلتزم بهذا. فهذا من جهه يجهد حتى يحصل على المال الحلال، ومن جهه ثانيه يجاهد الشيطان. الشيطان ما يجي انسان يقول له اسرق، لا، يقول له ما فيها شيء، ما فيها شيء، شويه شويه الى ان
يطمع بالحرام حتى يصير الحرام عنده في الأمر طبيعي. هذا أمر آخر. يجهد لتحصيل العلم، وهذا يعني مطلوب من عندنا كل احنا. طلب العلم فريضة على كل مؤمن، على كل مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله لأهل المدينة تفقهوا وإلا كنتم أعرابا. والإنسان ما يحصل إلا العلم. أمير عليه السلام يقول لكمين، يقول يا كمين رضوان الله على كمين، يقول له يا كمين العلم خير لك من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. فعلا العلم يحرسك، خليك ما تقع بالحرام، خليك ما تفعل الحرام، خليك ما تقع بالشبهات، بيع شراء غيره تتوقف عنده عند الشبهات. زين، تتعامل معاملة صحيحة، ما تاكل ربا. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. رأس المال جبان. أنا ياكل سحارين، ها فلوسنا وين؟ ها نجيب لك فلوسين، نجيب لك كذا. المال تنقصه النفقة، والعلم يسكو على الإنفاق. المال من تأخذ من عنده ينقص، ولكن العلم يسكو على الإنفاق. أنت تعلمت مسألة وتعلمها الآخر، تعلمها الآخر، فهذا العلم ايش بيه؟ يتكاثر، ما ينقص، يزود. زين، إلى آخر الكلمة، ويبين بها فضل العلماء وجلالة قدرهم. ولولا جهود العلماء وما بذلوه لما بلغنا هذا العلم وهذا الأثر الموجود عندنا. الآن احنا عندنا كتب وعندنا تحقيقات، هذه ما صارت بلاش، هذه قام عليها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اختلف الصوت شوية، حد شوية افتح لي اي والله. شوف عندنا بعض الأعلام رحم الله من مضى منهم واحد اسمه الشيخ أغا أبو زرق. هيك كافي تمام. هذا الشيخ أغا أبو زرق شيخ محسن هو اسمه رحمه الله. هذا رجل من أسرة ثرية، وصار كلام على الشيعة أن الشيعة ما عندهم كتب، ما عندهم مؤلفات. تمام، هاي أحسن شيء. فراح كتب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وجمع كتب الشيعة كلها، وبنى في مكتبة كبيرة في النجف. وهذا الرجل قادر أنه يعيش بفلوسه وأمواله وأموال أهله، ولكنه عاش في فقر وزهد عجيب رحمه الله. هذا الشيخ العظيم هو أحد أساتذة السيد المرجع دام ظله، الشيخ أغا أبو زرق الطهراني، هذا واحد من أعلامه. غيره من العلماء الكبار الذين بذلوا أعمارهم، السيد شهاب الدين مرعش النجفي على الله مقامه، هذا في فترة من الفترات شاف كتب أهل البيت قام يأخذوها الإنجليز كانوا موجودين أو العثمانيين قبلهم، فكان يأخذ صلاة وصوم بالأجرة ويشتري هاي الكتب، وكاتب عليها الموجودة في المكتبة اللي جمعهم وداهم في قم المقدسة. كاتب هذا الكتاب أخذته بصلاة، سنة صلاة، سنتين صلاة. زين، وهو رجل فقير، لكن الله شاء أن يوفق هذا السيد الجليل وأن يجمع في مكتبة كبيرة من علوم أهل البيت. زين، الآن يمكن بها 1.5 مليون كتاب موجودة في قم المقدسة. أعلام في النجف السيد الخوي قدس الله روحه وما قدمه وما بذله مع تلك الظروف العصيبة التي مرت عليه. اشتغل جاهد على أكثر من جهة ذولا منا يضايقون تعادل، منا ياخذون طلبته يعدموهم، منا ياخذون الشيعة يدمرون بيهم، منا ياخذون بالتراث. وجمع هاي من المصائب حقيقة ومن الفجائع لعله القليل من عندنا سامع بها. السيد رحمه الله هيئ جماعة أن يجمعوا النسخ المهمة، فجمعوا حوالي 4000 مخطوطة وجعلوها في مدرسة دار الحكمة اللي أسسها السيد الحكيم زيد محسن على الله مقامه، اللي أنت الآن لما تطلع من الصحن الشريف متوجه بشارع زين العابدين عيدك اليسرى هناك كان حساب بنور. فجمعوا بها حوالي 4000 كتاب من أنفس الكتب. البعثين بال91 هدموا هاي المدرسة عليها وراحت كل هذه الكتب. يقول السيد يعني هاي لو أنا ميت أهون مما جرى على تراث أهل البيت.
وهذا كان يعني جهاد. والحمد لله انتم ايضا ان شاء الله من المجاهدين هؤلاء اللي يقيمون عزاء اهل البيت ويحضرون عزاء اهل البيت ويعظمون شعائر الحسين مع وجود التحديات والمستهزئين والنفاق والفساد والحرام ولقمة الحرام وانشغال الناس بالدنيا. وهناك من يحمل هم أهل البيت عليهم السلام، هناك من بذل نفسه وماله وراحته بخدمة أهل البيت عليهم السلام. هذول هم العاملون، في الروايات هم العاملون قائمون على هذا الدين، وهؤلاء لهم اليد العليا يوم القيامة حتى ينادي منادي من له فضل على رسول الله. رسول الله سيدي من له فضل عليك؟ أنت صاحب الفضل، لا، أنتم الذين أكرمتم عن رسول الله ودفعتم الغالي والنفيس من أجلهم، أنتم أصحاب فضل اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيقوم عنق من الناس فيؤمر بهم إلى الجنة. كذلك في باب الاختبار، في باب الاختبار والامتحان، الإنسان إذا ما اختبار امتحان يعني أموره طيبة، لكن لما يصير الاختبار هنا راح يصير على المحك. والاختبارات كثيرة وأنا ما داخل وقتكم كثير، لكن كمثال إنسان مثلا مات أبوه هو الأكبر بينهم وأبوه ترك أموال، يقدر ذولا أولاد أخوانه يقول لهم روحوا، خواته يقول لهم روحوا، بعد يقول لا هذا حق الله وهو حق روحه. هذا من أعظم الجهاد، لأنه منع نفسه من أكل لقمة الحرام أو سلب حقوق الآخرين. لأن أخطر شيء على الإنسان يوم القيامة، أم أخطر شيء عليه بالدنيا كذلك في البرزخ كذلك في القيامة هو حقوق الناس. بس ما تقول المعاصي الأخرى سهلة، لا مو سهلة، لكن هذه أصعب الصعوبات التي وردت في الروايات أنه لا شفاعة فيها. الموصل عليه السلام يقول هاي ما بها مجال، هاي حقوق الناس، حقوقهم المالية وكذلك المعنوية. واحد سقط إنسان اعتدى عليه وهكذا، فهذا اللي يمسك نفسه في مثل هذا المورد هذا من المجاهدين. كذلك شفنا احنا لما افتت المرجعية العليا بالجهاد هنا ظهرت معادن الرجال واخذوا يتنافسون ويتسابقون، بينما اكو ناس لا حاربوا اهل البيت، حاربوا المذهب، حاربوا حتى فتوى الجهاد، شفتوهم ذولا ذاك الطرف حتى من بعض المتطفلين والجهله. ليش؟ شو تريد يعني؟ تريد داعش يطوب ببيتك مثلا؟ شو تريد؟ تريد تصير مثل ذولا الان اللي في معسكر الهول يسموه مثل الهول، معسكر الهول سامع به لو ما سامع به؟ روح شوف شنو بيه هذا، كل واحدة وراها جرميطة قولتها إنما الأطفال ما يعرف منو أبوه، وإحنا ناس أشراف، آبائنا وأمهاتنا ناس شرفاء أجدادنا وحافظوا على هذا النسب وهذا النسل الطاهر اللي هو في بيوتكم بيوتنا، فكيف تريد أنت تدنس هذا النسب؟ مو ولا شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله ولا أطهر الأنساب، أنت شلون تريد تدنسهم مقدساتهم مبادئهم؟ زين هاي التراكمية بالدفاع عن المذهب والمنهج هذا كله يراد له أن يبات. فلذلك نصف سطر من المرجعية أظهر هذه المعادن الشريفة وأنتم منها، وراحوا دفعوا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الأرض والأرض والمقدسات، ومن استشهدوا هؤلاء فازوا. بعض الناس يقول احنا دفعنا حرامات خسرنا، لا ما ليش حرام؟ بالعكس احنا نفتخر اولادنا واخواننا واهلنا راحوا وذولا وصلوا الى الجنه. هاي فرصه. احد الاولاد هذا ينقل عنه سماحه السيد ابو حسن سيد محمد رضا الله يطيل عمره، يقول هذا ولد تخرج هو وصارت فتوى الجهاد فالتحق بالجهاد، فابوه قال له وليدي انت شاب انا اريد ازوجك، أريد أفرح بيك، زين، وغيرك هذا يروح وغيرك يروح، هذه الفتوى مو بني عينية كفائية. فقال لأبويا هي فرصة تجي بالعمر مرة، فرصة تجي مرة بالعمر،
زين، وانا اذا ما رحت يروح غيري يفوز بيها، انا الان افوز بيها. وفعلا راح ونال الشهاده. هذه فرصه حقيقه. ولذلك احنا كلنا في جهاد، الذي يقاتل والذي يدعم والذي من ورائهم والمشترك معهم قلبا وقالبا، كلنا مشاركين بهذا، لكن كل بنسبته. ذولاك لهم الحق نعم السهم الأكبر. ولذلك شوف قضية سيد الشهداء عليه السلام لما أراد الخروج، أكو ناس قاعسوا، أكو ناس تخاذلوا، أكو ناس تقدموا، أكو ناس انتظروا الحسين. هذا أنس بن الحارث الكاهلي الأسدي رضوان الله عليه، هذا اللي تسمعون بالمقتل وخرج شيخ كبير شاذا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة، فلما رآه الحسين عليه السلام بكى وقال شكرا لك يا شيخ، أو شكرا لله، أو شكر الله لك يا شيخ. هذا من هو؟ هذا أنس بن الحارث الكاهلي، هذا من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. هذا يذكر عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان لما يذكر يقول دخل على النبي صلى الله عليه وآله فرأى الحسين عليه السلام بحجره قاعد بحضنه، فقال له يا أنس إن جبرائيل أخبرني عن الله عز وجل إن ابني هذا يقتل بأرض من أرض العراق، فمن أدركه فلينصره، فمن أدركه. وهذا بعد الحسين عمره بيقول 3 سنين، هذا صغير. أنس بن الحارث يظهر آخر عمره وين اجى للعراق بالكوفة، كثير من الصحابة جو للكوفة. فلما سمع أن أهل العراق كاتبوا الحسين عليه السلام أرسلوا له كتبا، يقول خرج وخلى له خيمة بطريق الجايين من الحجاز، أو توجه إلى كربلاء، لأن الإمام علي أيضا وقف على كربلاء وقال ها هنا مصارع فتية إلى آخره. فلقي الحسين فتعجب بعض الأصحاب وبعض الناس، جاب أنس وش مدري راح يجي الحسين منا. قال له سمعت من جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن أدركه فلينصره، وأنا اعتبرت نفسي أنا شو معني بهذا، رجل عاجز. وهذا الجهاد، أن الإنسان هذا التوفيق، أن الإنسان يثبت على المبدأ. بينما أكو ناس بايعوا النبي وعلي، هاي هم فد ملحوظة أنه يوم الغدير الناس بايعوا النبي ثم بايعوا علي، أخذ البيع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أولا لهم يبايعون ثم يبايعون عليا، وقال لهم فليبلغ الحاضر الغائب وأبلغوا بذلك عشائركم وأهليكم. لكن بعد 70 يوم ايش بيهم؟ انقلبوا. بينما هذا العبد الصالح بعد 50 سنة بقى ثابت على العهد. ومن هؤلاء الأعاظم سيدتي ومولاتي أم البنين، هاي المرأة الأصيلة نسبا وحسبا وبيتا وتربية، فهي من بيت كريم بالبيوت العرب. وقليلا ما تجد امرأة معروفة نسبا مثل أم البنين، اللي ذكروها ذكروا أبوها وأجدادها من جهة الآباء، وذكروا أمها وأم أمها وجداتها، فد 5 6 من جداتها ذكروهم، إلى عامر ابن صعصعة. نعم. وأمه أم البنين، نحن بنو أم البنين ال4 دول المعروفين الضاربين الهام يوم المعمعة، ولا كانوا رجال التفت، فآبائها وأجدادها من حيث النسب معروفين. وهذا يبين لك أصالتهم وشهرتهم بين الناس بالجلالة. كذلك الغذاء اللي تغدته العقائدي، لأن الإنسان لما يفتح عينه في بيت يوالي أهل البيت، في بيته من يوالي النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، يكون هذا الإنسان صحيح العقيدة. شوف أهله مهتمين بالقضايا العقائدية التربوية العبادية الشعائرية، يكون عنده اهتمام بهذا الجانب.
هذه المرأة عاشت في بيت والي أهل البيت سلام الله عليه. وبعد أنا لقيت خبر سابقا، لقيت خبر أن أم البنين سلام الله عليها بصغرها كانت تحضر بمجلس السيدة الزهراء. السنة المصدر أخيرا ما لقيته، لكن أنا لقيت هذا، لقيته قبل فترة 10 سنوات. المعنى مر علي بمطالعات القاصرة أن السيدة أم البنين في صغرها حضرت بمجلس السيدة الزهراء. السيدة الزهراء كان عندها مجلس علم تجتمع به نساء المدينة على نساء فقهن، فأم البنين حاضرة. وهذا معناه تصور امرأة تلتقي بالزهراء وأمير المؤمنين والإمامين الحسنين وبزين العابدين وبالإمام الباقر وبالسيدة زينب، تترجى شو تصير هالمرأة؟ يعني عاصرت 6 من المعصومين، 6. زين، شو تتوقع؟ شو تصير هاي المرأة؟ وهي عندها استعداد وعندها استعداد عندها، وتقبلت فارتقت بهذه المراحل العالية. وكان يوم انتقالها إلى بيت سيد الأوصياء هذا فشي ضرب من الأحلام تحقق. امرأة تصير زوجة أمير المؤمنين، زوجة علي بن أبي طالب نفس رسول الله، أبو السلطين، أبو الإمامين المعصومين، غسيل الجنة والنار، هي تصير زوجته. وهاي فرصة أن الإنسان لما يصل إلى هيك مكان يستغل هذه الفرصة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه بلغ أعلى المراتب مثل السيدة أم سلمة، وبعض نساء لا والله ما أخذنا منه شيء، ما أخذ. حتى ذكر الله ذلك في سورة التحريم في قضية تظاهرهن وتآمرهن على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن ذكر هذا الشيء، مو حد ذكر. زينغاتي يقول ابن عباس سألت عمر قلت له من اللاتي تظاهرن على النبي؟ قال عائشة وبنتي حفصة. موجود بالبخاري، يعني مو يعني مصدر ثانوي، يعني هذا تصريح رسمي معناته. زين، وين شوف هذا ويتظاهرن يتآمرن عن النبي صلى الله عليه وآله، بينما السيدة أم سلمة هاي السيدة الجليلة بلغت أعلى مراتب الكمال، السيدة ماريا القبطية مثلا، زين، بعض نساء النبي الأخريات رضوان الله على السيدة ماريا وعلى ولدها سيدنا إبراهيم سلام الله عليه. فناس ارتقوا، ناس لا والله ما استفادوا. وهي لذلك هي هاي المرأة تقول عائشة يعني كانت تتحدث بأن تدفن عند النبي صلى الله عليه وآله، لكن بعد اللي سويتها بالبصرة ولا تدخلوا في بيت من لا أحب. أي المعتزلي في شرح نهج البلاغة يذكر يقول ولما ماتت فاطمة بلغ عليا عليه السلام أن هذه المرأة أظهرت السرور في يوم وفاة الزهراء. موجود عند الناس هذا، يعني موجود. أظهرت السرور، نص العبارة السرور في شهادة الزهراء عليه السلام. ولذلك لما جاءت يوم جاءنا نساء النبي وجاءت الناس كلها، أسماء بنت عميس الوحيدة اللي منعتها هي خالتها لا تدخلي على فاطمة، أنت ما تدخلي بشوفي جنازتها، أنت جاية شامتة مردتها. على كل عند الله تجتمع الخصوم. فلذلك لما كانت حدث تقول دفنوني يم النبي، بعدين ايش قالت اني احدثت بعد رسول الله صلى الله عليه واله حدثا فلا تدفنوني عنده، دفنوني بالنار. على كل، بينما هاي المرأة الجليلة عاشت مع سيد الأوصياء وعظمته، ومع الإمام الحسن والإمام الحسين فعظمته، فرفع الله مقامها، والله أقولها ملء الفم، رفع الله مقامها في الدنيا والآخرة وجعل لها هذه المنزلة بالنفوس. يعني كم امرأة عند الإمام عليه السلام الله عليه، بعضهم حتى من يعرفها، لكن أنت من تجي بعد الزهراء تقول أم البنين
نفترض هم يقول السيدة أسماء بنت عميس هي امرأة جليلة ومن أهل الجنة، لكن ما نسولف عنها مثل ما نسولف عن أم البنين وجلالة قدرها. هذا كله بما السر في قضية الإخلاص بالولاء لأهل البيت وخدمتها لأهل البيت. اللهم اجعلني عندك وجيها الحسين عليه السلام، الله جعلها وجيها سيد الشهداء. وإحنا قرأنا بالتاريخ اللي ارتبط اسمه بالحسين خلد. أي واحد يرتبط اسمه بسيد الشهداء يخلد، بينما غيره لا. هاي المرأة مو فقط ارتبط اسمها، لا، فدت سيد الشهداء بأولادها وبفدة كبدها. امرأة بعد وفاة شهادة زوجها، المرأة لما يموت زوجها تخلي عينها وين؟ على أولادها. أم البنين لما خرج الإمام الحسين عليه السلام قدمت كل أولادها، وهذا هو الجهاد الحقيقي. أم البنين عندش 4 أولاد، ودي ويا الحسين 2 خليها بجميع، ودي 3 وخلي 1. قال لا، كلهم فداء لسيد الشهداء. يعني واسع زهراء إذا فقدت الحسين أصبحت تاكلة، أنا أصير تاكلة. فجعلها الله بابا من أبوابه بقضاء الحوائج. وأنا لا أعتقد أن أحدا يتوسل إلى الله بهذه السيدة الجليلة ويرده، إنما تقضى بها الحوائج. يا سيدتي يا أم البنين يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. ولما اجى الناعي ما كان عندها هم إلا أن تعرف أخبار الحسين، لأنه كانت تجي الأخبار الحسين في مكة. بعد الحسين وين؟ طلع من مكة، قطعت أخباره إلى أن اجى الناعي ويصيح بهذا الصوت: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي بدراوي، الجسم منه بكربلاء مضرج، الراس منه على القناة ثدار. صاحت يا ناس ضرد افرجونه خلوه ينزل على ذنوبه، أبساين واستمع من ارتقى ودونه ويدونه بالحرب يا الصيدان. عباس راح الزاد هنا الناعي لما سمع امرأة يقول له: قف لي هنيئة، أأنت ناعي ريحانة رسول الله؟ أخبرني عن الحسين. اللي يقولون فلان ناعي فلان يعني فلان ميت وجاي ينعام، بعد شنو تقول له أخبرني عن الحسين؟ لأن داهلة. الله أكبر، الخبر أداها. فقيل له: لعلك تجهلها، هذه حرم أمير المؤمنين، هاي أم العباس وإخوته. عند ذلك الرجل احتراما نزل من على ظهر ناقته وقال لها: سيدتي يا أم البنين، أعظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت: بلى، أخبرني عن أبي عبد الله. قال لها: أعظم الله لك الأجر بولدك عثمان. عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت: ما سألتك عنهما، أخبرني عن ريحانة رسول الله. قال لها: عظم الله لك الأجر بأبي الفايا. هنا بعد ما تحملت خلت ايدها على خاصرتها والتوت وطاحت الى الارض. يقال كان طفل على كتفها طاح الى الارض. بس ليش شو صار؟ لان عرفت اذا العباس انقتل يعني لا يصير وصول الشر. قالت: يا ابن حدلة، لقد قطعتني
قلبي أخبرني عن الحسين يقول يا سايل يلي تنشدين ان كان تردين الخبر زين امشي واللي دمعت العين ليش 4 بالطف مطاعين تقل لو نفقد مثل عباس سبعين مسكون سالم راس الحسين مسكون سالم راس الحسين ولما أخبرها هنا صاحت وولدها ضاع حسين يا أبا بالأربعة يا حسين ضحت يعني السالم ترد يا ابني تعالي على التربان ظليت واصحابك واهلك مطاعين يا مجال الخبر بحسين مذبوح ودمه بسيف الشمال مسفور 3 ايام على التربان مضروب اسمه من عقبه يصير النار دهر بيكم يطول ورد الشيل راس بيكم وترد جفاف ابو فاضل للزنون لو تتلاقى مردود تروح الاكبر تتلاقى مردود الجراح على وعادوا هليرك موجيات الغز وعادا ويوم الحشر ملفاهم وعادا وعلي نذر الليل رجال وعادا ورد نذرا طريق يا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويل القلب نيرانا نذر على يدي العدو وإن رجعوا لأن طريق الرف ريحانا يا الله مولاتنا العظيمة أم البنين من أوصانا بالدعاء وهم كثير حاضرنا السامعون ومن أوصانا بالدعاء من كان فيه مريض وعنده مريض اشفيه بشفائك داوي بدوائك بعافيتك واقضي لنا حوائج الدنيا والآخرة وعجل في فرج مولانا صاحب السلام واجعلنا من أنصار والمستشهدين بين يديه وانصرف نسأل وغاب وارحم شهدانا واشفي جرحانا المؤسس وتقبل أعمالهم وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.